أنا الآن فيقس شوي طالع للسفير. كرت موسم الرياض في اليو اف سي، أول مرة حدث زي هذا ضخم في السفير. تأثير موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية الآن في ألعاب القتال والملاكمة هي حديث العالم والأكثر تأثيرا. الحمد لله فترة قصيرة بدعم القيادة الحكيمة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد قائدنا الملهم وعراب الرؤية. أبعرج على موضوع بسيط يعني لفت نظري بخصوص موضوع الطيارات. الطيارات عبارة عن حديد كان موجود في جدة والنقل للرياض الآن في الطريق عشان يشارك في موسم الرياض في زون نفتحها بالشراكة مع الخطوط السعودية. موضوع بسيط، لكن كيف تعامل معاه السعوديين؟ طيور الظلام والفيران اللي في الجحور متعودين يطلعون في هالوقت، متعودين عليهم، أساسا ما يحلى موسم الرياض إلا فيهم. حطوا إن الموضوع ماخذ أكبر من حجمه. السعوديين تفاعلوا مع الموضوع لسبب مستحيل تفهموه. هم ما تفاعلوا مع الحديد، هم تفاعلوا مع الشعار اللي على الحديد، شعار بلدنا. وهذه بروفة، أعتقد أكبر بروفة في التاريخ ليومنا الوطني إن شاء الله. مشاعر السعوديين أنا مستغرب. طيارات تأخرت 3-4 أيام عن وقت وصولها المحدد، لأن كل قرية وكل مدينة مرت عليها أهلها كرمهم يعشونهم ويغدونهم ويقهونهم، وفرحة الناس وتصوير الناس. هذا شيء يسعدنا كلنا وأثبت أصالة ونخوة الشعب السعودي. يحاربوننا بأفلام ما يهم، احنا عارفين أنفسنا، عارفين أنفسنا زين، عارفين قيادتنا زين، وما حد يقدر ينافسنا لا في تاريخ ولا في حاضر ولا في مستقبل إن شاء الله. الوعد بموسم الرياض، شكرا لتفاعلكم، مبسوط للي فازوا والله يوفقهم. في بشارة ثانية إن شاء الله في موسم الرياض، في 20 سيارة سحب كل أسبوع سيارة إن شاء الله مع شريك استراتيجي للسعوديين فقط بإذن الله. أنا الآن فايز، عرفت قيمة STC، إنترنت، جوال، طبيعة. أنا تحمست الآن أدور في المملكة في وقت الشتاء، شفت أشياء، مناظر، صور، شيء ما يمكن تشوفه إلا في المملكة. أشوفكم على خير، مستعد لموسم الرياض.